ليلى مراد وهي في فرنسا في 12 سبتمبر عام 1952 بتتفاجئ بخبر في جريدة الأهرام بيقول إن الحكومة السورية قررت منع عرض أفلام ليلى مراد وإذاعة أغانيها في راديو دمشق لأنها زارت إسرائيل واتبرعت لهم هناك بمبلغ 50,000 جنيه. الخبر ده قلب حياة ليلى مراد رأسا على عقب، والاتهامات الخطيرة دي لليلى كانت ممكن ناس كتير تصدق لأن ليلى مراد في الأصل يهودية الديانة قبل ما تشهر اسلامها عام 1947، واتوجهت الاتهامات لانور وجدي انه ورا الموضوع ده وانه طلع الاشاعه دي علشان ليلى طلبت منه الطلاق، واتقال ان ليلى اول ما عرفت الخبر قالت الله يجازيك يا انور واغمى عليها. بس انور وجدي هو كمان وقع عليه الضرر زي ليلى بالظبط، لان افلام ليلى اللي اتمنعت دي هي افلامه معاه، وان انور وجدي بسبب الموضوع ده خسر فلوس كتير جدا. فقرر انور انه يطلع بيان بيقول فيه ان طلاقه من ليلى مراد كان لاسباب اسريه زي اللي بتحصل بين الناس، وان ليلى مراد مسلمه وفنانه عربيه وبيحبوها العرب كلهم، وان الطلاق ما حصلش لاي اسباب دينيه او سياسيه. ليلى مراد كانت عايزه تثبت براءتها باي شكل قدام العرب كلهم، فبتقرر انها تنزل لمصر علشان الجهات المختصه تظهر الحقيقه. سراج منير في الوقت ده كان ماسك رئيس اتحاد النقابات الفنيه، فبيطلب توضيح رسمي من الشؤون المعنويه للجيش للموضوع ده، وفعلا بيتم اصدار خطاب بيفيد ان ليلى مراد ما سافرتش اسرائيل وما اتبرعتش باي فلوس خالص. وبياخد سراج منير المستندات دي اللي بتفيد ببراءة ليلى مراد وبيسافر بيها لدمشق علشان يثبت براءتها هناك، وبيتم إلغاء القرار فورا، وبيتم تبرئة ليلى مراد من كل التهم دي.